الحظر ممكن تلاقي فيه 7 فوائد. أول حاجة ممكن تأنتخ، تقعد مع المدام فيسك اللذيذ، تتفرج على التلفزيون أو تقعد على الكمبيوتر شوية، وهتبدأ تزهق من التلفزيون وتزهق من الكمبيوتر وتزهق من الموبايل وتزهق من المدام. هتفتح التلاجة وتقفل التلاجة وترجع تفتح التلاجة وترجع تقفل التلاجة وتفتح وتقفل وتفتح وتقفل، وتزهق من التلاجة وتزهق من التلفزيون وتزهق من الكمبيوتر وتزهق من الموبايل وتزهق من المدام، لحد ما توصل لحالة اللسعان العائلي. وهنا تبدأ تعيش أجمل لحظات الحظ. والله فوائد الحظر ان الواحد يعني بيروح بدري من الشغل، اللي بيروح مثلا الساعه 5 الساعه 6 بيروح الساعه 1 الساعه 2، تمام، بيقضي وقت جميل في البيت، بيقعد ياكل ويشرب يتسلى قدام التلفزيون. حاسس إن صحتك جت على الحظر؟ طبعا اكيد. ريت الحظ ده يدوم كمان شويه، مش عايزينه يقل. أنت كنت بتروح من الشغل الساعة كام؟ انا في الاول كنت بروح الساعه 1 2 بالليل، لا دلوقتي 9 بالليل بكون في البيت طبعا. عشان كده أنت فرحان؟ لا طبعا اكيد طبعا كده احسن طبعا. بالنسبه لي الموضوع مش مختلف بالنسبه لي انا شخصيا، يعني عشان انا كده كده بسهر بالليل واتاخر وبتاع. انما اصحابي المتجوزين مراتاتهم فرحانه جدا ان هم بيروحوا من بدري. جوزي طبعا بيجي من الشغل بدري، فحاجات بتبقى في البيت بايظه بيقعد يصلحها، بلاقي مناكفه كتير في البيت، يعني حاجات حلوه يعني. كرش طبعا كبرت، اكل كتير. الواحد بيقعد في بيته بيبص على التلفزيون، المجازر اللي حاصره من الاخوان. احنا من الصعيد، والصعيد بالنسبه للحظر بتاعه بيبقى الاصحاب والاصدقاء ممكن نقعد تحت البيت، لما قدام الدش لما مع اولادي، ما فيش غير كده، لا قدام الدش لا مع اولادك. قدام الدش ولا تحت الدش؟ لا قدام الدش. مفيش كرسي فاضي على قهوه من ساعه ما الحظر ابتدى. الناس بقت تحجز الكراسي كانه سينما، ده بجد. طب المشاريب غليت ولا زي ما هي؟ انا بصراحه انا كده كده راجل حبيبي ما يقدرش يغلي عليا، بس ما اعرفش بقى بيعمل ايه مع الناس. اتعلمت اطبخ. اتعلمت تطبخ في الحظر؟ فاضي بقى، ما وريش حاجه، انام من الساعه 7 ولا 8. مامتي بتشكر الرئيس السيسي على الحاجات اللي هم عملوها دي، يعني ان انا باجي لها بالليل بدري ما بخرجش اصلا. بالنسبة للتلاجة بتفتحها كم مرة؟ لا كتير حضرتك، انا اتعلمت الطبخ الحمد لله في الحظر، يعني بقيت اقف في المطبخ كتير اساعد ماما انشر غسيل كده، فاهمه يعني. إيفو النبيل محظورة أمام التلاجة، CBC.